في مكان ضلمة بنشوف بنتين بيظهروا بيجروا في رعب من عساكر بيطاردوهم. واحدة من البنتين بتهجم على العساكر بسيفها وبتوقعهم، وبنعرف إن اسمها كاتالينا، وبتحاول تطمن صاحبتها ليريا إنهم هيبقوا كويسين. فجأة صوت بيجي من العدم بيقول محاولتك فاشلة يا كاتالينا، وبيطلع كريستال منفسجي. ولحظة ما ليريا بتشوفه بتنهار وبتقع. كاتالينا بتتعصب وبتقول كفاية عليها بقى. بس فجأة بنلاقي ليريا قدرت تدمر الكريستال من غير حتى ما تلمسه، وبيحصل انفجار ضخم في المكان اللي بنكتشف انه سفينة حربية طايرة في السماء. ليريا بتقع من السفينة الحربية بسبب الانفجار. على الأرض وفي جزيرة بسيطة بنلاقي ولدين اسمهم جران وأرون. وأرون بيوجه كلامه لجران وهو بيقطع خشب، وبيقول له أنا دايما بتفاجئ بقدرتك إنك تكمل شغل. فجران بيرد عليه ده تدريب كويس ليا. وبنسمع صوت بينادي جران، وبنلاقي إنه تنين أحمر صغير وصديق جران واسمه فيرن. وابو ارون بيدخل ويشكر جران انه اشتغل مكانه. فجران بيساله انت بقيت احسن دلوقتي؟ فابو ارون بيرد هبقى كويس قريب بفضل مساعدتك. وبيلاحظوا وجود سفينه حربيه فوق الغابه فبيستغربوا. فجاه بيحصل انفجار وبيلاحظوا حاجه بتلمع بتقع من السفينه. جران بيتساءل ايه النور اللي ممكن يكون واقع ده؟ ففيرن بيرد ممكن يكون شويه حطام. فجران بيسحب سيفه وبيقول لفيرن يلا بينا نشوف ايه ده. وفعلا بيلاقوا شويه من الحطام وبيكملوا استكشاف، وبيلاقوا نور ازرق بيلمع فبيروحوا ناحيته، وبيلاقوا بنت بتلمع من الكريستال اللي في صدرها اللي كانت مطلعه النور ده. فبيروحوا لها ويحاولوا يصحوها، ولما بتصحى وجران بيسالها انت كويسه؟ بترد بخوف انا كويسه بس تعبانه شويه. ففيرن بيقول لها انا عمري ما شفتك قبل كده، انت منين؟ فليريا مش قادره ترد من كتر الارتباك. وجران بيقولها والذهول على وشه اوعي تقولي لي انك الحاجه اللي وقعت من السفينه. فيرن بيرد عليه لا مستحيل. فجران بيقول لليريا لو انت في ورطه احنا نقدر نساعدك. بترد بفضلكم. فجران بيعرفها بنفسه وبفيرن وبيسالها ايه اللي حصلك. بتبتدي تفتكر وتقول له انا كنت مسجونه في مكان ضلمه لفتره طويله، وكاتالينا قالت لي انها هتخرجني منه، وكنا بنحاول نهرب من العساكر. فجاه بتفتكر كاتالينا وبتسال حد فيكم شاف كاتالينا؟ فبيردوا احنا ما نعرفش مين كاتالينا دي، طب شكلها ايه؟ ليريا بترد انها بنت جميله وقويه. فجران بيقول لها وهي بتقومها طيب يلا بينا ندور عليها. فجاه بيسمعوا صوت عساكر جايين عليهم، فليريا بتصرخ لازم نجري بسرعه. فجران بيسالها هم دول اللي كانوا بيطردوكوا؟ بترد ايوه. وهنا جران بيسحب سيفه وهو بيطمنها ما تقلقيش انا هحميكي. وواحد من العساكر بيزعق فيه ويقول له احسن لك تسلمها. فجران بيرفض والجندي بيهجم عليه. فجران بيطعنه ويموته، وبيهجم على الجندي التاني وبيكسر سيفه ويوقعه. وجران بيقول لليريا يلا ندور على كاتالينا، بس الاول لازم نعرف اهل القريه باللي بيحصل. وبيلاقوا واحد من العساكر اتحرك وطلع سلاح من جيبه، بس مش بيوجهه عليهم، بيوجهه للسماء. وبنكتشف انها اشاره لهب للعساكر عشان يعرفوا مكانهم، فبيحسوا بالخطر وبيهربوا. وجران بيسال ليريا مين دول؟ بتقول له دول من الامبراطوريه. والخوف بيظهر على وش جران وفيرن. وفيرن بيبص لجران بغضب ويقول له انك تعمل عداوه مع الامبراطوريه دي حاجه غبيه جدا. والعساكر بينجحوا يحاصروهم، بس كاتالينا بتدخل فجأة وبتقتل الجندي اللي وقفها. والسعادة بتظهر على وش ليريا لما شافت كاتالينا اللي بتكمل قتال في العساكر. ولحظة ما وصلت ليريا قالت لها لازم نهرب دلوقتي، وبصت لجران وفيرن وقالت لهم انتوا الاتنين، وبيبدأوا يجروا في الغابة. ولما بيبعدوا عن العساكر ليريا بتسأل كاتالينا هنعمل ايه دلوقتي؟ كاتالينا بترد هنسيب الجزيرة دي وانا معايا سفينة طيارة هنستخدمها، بس هي بعيدة شوية. وبتسأل ليريا هتقدري تكملي مشي اطول في الجزيرة؟ بترد ايوه. فكاتالينا بتقولها انا مبسوطة ان مفيش حاجة حصلت لك بعد كل ده. وكاتالينا بتعرف نفسها لجران وبتقول له انا الملازمة كاتالينا من امبراطورية ايرست، وشكرا جدا لمساعدتك. فجران بيسألها ليه العساكر بيطردوكوا؟ كاتالينا بتعتذر له ما اقدرش اقول التفاصيل، بس نقدر نقول ان ليريا بنت مميزة وكانوا حابسينها لفترة طويلة، بس انا كنت عايزة اساعدها تهرب من هناك. فجران بيعرض ان يوصلها لسفينتها. ففيرن بيزعق فيه ويقول له انت هتحط نفسك في خطر تاني. فكاتالينا بتقول له انا مش هسمح لاي حد يتورط معانا. فجران بيقول لها انا مش هرتاح غير لما اتاكد بنفسي ان الموضوع انتهى وانكم نجحتوا تهربوا، وكمان هتوصلوا اسرع لو احنا معاكم. ففيرن بيقول لها حتى لو رفضتي فالموضوع منتهي. جران خد قراره وهيعمل اللي في دماغه. فكاتالينا بتوافق ان جران وفيرن يوصلوهم، بس لازم يسمعوا كلامها. في طريقهم بيلاقوا العساكر بيستجوبوا واحد من سكان الجزيره عن بنت بشعر ازرق. فالراجل بينكر انا ما شفتش حد بالشكل ده. فالقائد بيؤمر ياخدوه على قريته عشان يجبروا اهل القريه يدوروا على البنت مع العساكر. فالراجل بيرفض، فبيشدوا بنته منه وبيهددوا يقتلوها. فجأة كاتالينا بتدخل وبتقتل الجندي اللي ماسك البنت، وبتتفاجئ بقوة جران لما بيقتل العساكر التانيين. وكاتالينا بتعتذر للراجل على اللي حصل، وجران بيقول لها لازم نتحرك بسرعة. وفعلا بيبدأوا يكملوا طريقهم للسفينة. وكاتالينا بتلاحظ اسهم جاي عليهم وبمهارة بتحمي جران بسيفها. وبنلاقي ان قائد رماة الاسهم دول
دول راجل اسمه الكابتن بوميرن اللي بيقول لها انت ماهرة جدا في القتال، بس انا مش هسامحك على اللي عملتيه. وكاتالينا كانت لاحظت بالفعل ترتيب العساكر حواليها، فكاتالينا بتقول لجران خد ليريا واهرب. بس الكابتن بوميرن بيضحك ويقول لها انت اكيد فهمتي التشكيل ده معناه ايه، مفيش وقت للهروب. فجأة تنين ضخم ب7 عروس بيظهر وبيهجم على جران وبيطيروا ويخبطوا في الارض وبيهاجموا بالنار لحد ما بيحاصروا من كل الجهات وما بيقدرش يهرب، وبيهجم عليه بأنيابه وبيكسر السيف وبيسبب له جرح كبير ورياح قوية. وجران بيقع وسط صريخ فيرن وبكائه عليه ومحاولاته انه يصحيه، وكاتالينا بتصرخ في بوميرن ده مجرد طفل ليه تقتله؟ فالكابتن بيرد باستهزاء الموضوع مش هينتهي بقتله بس، لو ليريا استخدمت كل قوتها هيكون في فوضى اكتر من كده وانتي لسه مصرة تحرريها. فيليريا بتغضب وبتقول له كاتالينا وجران كانوا بيحاولوا يحموني ودلوقتي انا هحميهم. فجأة بتدي قوتها لجران اللي كان مغمى عليه، وبيبدأ يشوف خيال ليريا بيكلمه في وعيه، وبتقول له استخدم قوتي يا جران، أنا متأكدة إنك هتعرف إزاي. وبتمد إيديها ليه وهو بيمسكها، وكريستالا ليريا بتنور بالنور الأزرق. وجران بيصحى وبيسأل إيه اللي حصل وليه حاسس إني مختلف، وبنلاقي إن جرح جران اختفى. فبوميرن بيتعصب وبيأمر التنين يقتل جران، وبكل هدوء ليريا وجران بيرفعوا إيديهم وبيرددوا اسم بهموت، فنور بيسطع منهم للسماء، ومن وسط النور بيخرج تنين مرعب ضخم اسمه بهموت. الكابتن بيخاف من التنين وبيقول ايه ده، بس بيجمع شجاعته وبيقول ايا كنت انا مش هسمح لك تقف في طريقي، وبيأمر تنينه يهجم عليه. فالتنين أبو 7 عروس بيبدأ ينفخ نار على بهموت، بس مفيش أي تأثير، ومن ورا الدخان بهموت بيبدأ يجمع قوته في إيده وبيهجم على تنين الكابتن. فالكابتن بيصرخ في يأس مستحيل ده يحصل، إزاي عارف يقتله؟ وبيقول لنفسه أظن ده وقت الانسحاب، وبيأمر العساكر إنهم لازم ينسحبوا ويرجعوا الإمبراطورية بتقرير عن اللي حصل. ساعتها كاتالينا بتنبهر وبتسأل نفسها هل دي قوة ليريا؟ وجرام بيسأل ليريا ايه ده؟ ردت عليه ده بهموت وهو اللي ساعدنا، وشاورت على الكريستالة. بهموت بيبدأ يختفي وهو بيتكلم جران بيفقد الوعي، وبنرجع للماضي وبنلاقي جران الصغير قاعد في الغابة بيقرأ رسالة من أبوه ومحتواها عن جزيرة أسترال والتنانين الضخمة. وفيرن بيجيله ويقول له أنت لسه بتقرأ رسالة أبوك؟ جران بيرد عليه أنا متحمس جدا للمغامرات في الأماكن دي، في يوم من الأيام هكون رحالة سما وهروح هناك. فصوت أرون بيقاطعه وبيقول لسه عايز تروح جزيرة أسترال؟ أنت مبتزهقش من الموضوع ده؟ دي مجرد خيال مش أكتر. جران بيعترض وبيقول له لأ، دي موجودة في الرسائل وفي كتب كتير اتكلمت عنها. فأرون بيرد عليه ويقول له انت ما تعرفش إذا كانت حقيقية ولا لأ، وممكن تطلع مجرد قصة وخيال، لحد امتى هتفضل مصدق فيها؟ فجران بيرد عليه بتصميم لأ موجودة، وأنا هكون رحالة زي أبويا وهروح جزيرة أسترال. ويبدأوا يتخانقوا ويضربوا بعض لحد ما أبوه أرون بيتدخل ويزعق فيهم ويعاقبهم، وبيكلم جران ويقول له أنا عارف إن الرسالة دي بتفرحك، بس أنت لسه صغير، لما تكبر هتجيلك الفرصة وساعتها هتكون جاهز ليها. جران بيصحى في الحاضر وبيلاقي نفسه في بيته جنبه ليريا اللي بتعيط أول ما بيصحى، وبتسأله حاسس بوجع من أي حاجة؟ ففيرن وكاتالينا بيجوا على صوتها وبيطمنوا عليه. فجران بيسأل كاتالينا إيه اللي حصل مع عساكر الإمبراطورية، فبترد عليه وتقول له انسحبوا من الجزيرة. فبيسألها عن القرويين وبترد محدش حصل له حاجة غيرك، انت الوحيد اللي اتصبت، انت كنت ميت. ففيرن بيعترض وبيقول لها ازاي ميت؟ كاتالينا بترد وبتقول له انه عايش بفضل قوة ليريا، بس السحر مش بيرجع الميتين. وكاتالينا بتقول لهم انا محتاجة اقول لكم ايه اللي بيحصل في الامبراطورية، كانوا بيعملوا ابحاث على الكريستال، وليريا كانت وسيلتهم في الدراسات دي، فكانوا حابسينها لفترة طويلة، وانا كنت عايزة اخرجها واحميها. وقوة ليريا تكمن في انها تقدر تسيطر على وحوش جزيرة أسترال، واكيد التنين اللي استدعته كان من وحوش الجزيرة. ففيرن بيقطعها بفرحة معنى كده انها من اساطير أسترال؟ بترد عليه ما اعتقدش لان كلهم ماتوا من زمان. فجران بيسألها امال هي ايه؟ ليريا بترد احنا ما نعرفش، انا ماليش ذكريات قبل ما الامبراطور ياخدني، بس عارفه ان عندي قوه كبيره، ولما انت مت عرفت اني اقدر اعمل حاجه وقدرت ادمج قوتي معاك، عشان كده انت عايش، بس ما نقدرش ننفصل. فكاتالينا بتشرح له بمعنى ان كنتوا الاتنين دلوقتي كيان واحد، لو انفصلتوا ممكن تموتوا. وكاتالينا بتكمل وبتقول له احنا كنا بنخطط نسيب الجزيره دي قبل رجوع الامبراطور، فدلوقتي لازم تيجي معانا. وبيخرجوا من البيت وبيلاقوا القرويين عاملين وليمه كبيره واحتفال بيهم. فكاتالينا بتقطع الاحتفال وبتقول لهم
احنا بنعتذر لاننا السبب في هجوم الامبراطورية عليكم. فواحد من القرويين بيرد ويقولهم ما تعتذروش، المهم ان جران ده هير. وباقي القرويين بيوافقوا، بس كاتالينا بتقطعهم بكلامها وبتقول لهم انا ما اقدرش اسبب لكم مشاكل اكتر، احنا هنمشي بكره. وجران بيضيف انا كمان هروح معاهم. وبيرجعوا البيت وكاتالينا بتكرر اعتذارها لجران، فبيقول لها مش غلطتك اني مت، وان ليريا ادتني نص قوتها عشان اعيش. انا فاكر لما مديتي ايدك ليا انا اللي مسكتها. انا كمان كنت عايز اعيش، مش بس كده، انا كنت عايز اسافر وفي مكان عايز اروحه عشان ابويا هناك، وانا ما اعرفش مكانه فين بالظبط، بس هدور عليه. وفيرن بيرد عليه انا كنت متاكد انك هتقول كده، وانا كمان عايز اروح معاك. كل ما نكون اكتر المتعه بتزيد. فكاتالينا بتقولهم بجديه في مكان فيه الاجابه عن حقيقه ليريا، وهو جزيره استرال. وبيرجعوا للقرويين وجران بيقول لهم انا هروح مع ليريا وكاتالينا في الرحله واحقق حلمي. فكاتالينا بتشرح لهم وبتقول لهم هنروح مكان اسمه الهاويه المظلمه. فالقرويين بيستغربوا لان المكان ده معروف انه مليان وحوش شرسه. فكاتالينا بتكمل كلامها وبتقول لهم انا عرفت ان موقع الجزيره ورا الهاويه المظلمه. فكلامهم بيقطعوا صوت ارون المنفعل، انتوا بتتكلموا جد بخصوص قرار الرحله الخطيره دي؟ ولو هتروحوا ليه تاخدوا جران معاكوا؟ هو كمان هيبقى هدف للامبراطوريه. فجران بيرد عليه انا اللي طلبت منهم. وده بيخلي ارون يتعصب اكتر ويقول له انت عمرك ما بتفكر بمنطق. فابوه ارون بيقاطعهم ويقول له جران استنى وقت طويل عشان يلاقي فرصته، والوقت جه عشان يحقق حلمه، واحنا كلنا عارفين ده من يوم ما استلم الرساله من ابوه، كان بيتدرب عشان اللحظه دي. فارون بيتكلم بحزن وبيقول انا كمان عارف ان ده حلمك وانك جاهز ليه، بس هل هترجع لنا تاني بعد ما تقابل ابوك؟ فجران بيرد عليه اوعدك ان هرجع تاني. وبيقطعهم صوت بطن ليريا بتكركب لانها كانت جعانه. فالقرويين بيضحكوا عليها ويبداوا ياكلوا، ولما الصبح بيجي بيجهزوا عشان يتحركوا. وجران بيتفاجئ لما شاف لاول مره سفينه طياره حقيقيه. فابوه ارون بيقول له الجو حلو وشبه اليوم اللي ابوك ودعك فيه، غامر يا جران وشوف اللي ابوك شافه وانت بتدور عليه. فكاتالينا بتشغل السفينه، بس بدل ما تطلع لفوق بتنزل لتحت. ففيرن بيصرخ فيها ويقول لها شد الدراع لفوق. فبيطيروا فوق السحاب بذهول منهم. وجران بيقول انا عمري ما تخيلت ان جزيرتنا صغيره كده، بس انا وعدتهم اني هرجع تاني، واكيد هرجع تاني. بعد وقت مش طويل في السماء فجاه السفينه بتقع بيهم على جزيره ايناهنا وبتتدمر، بس محدش بيتصاب. وبنلاقي على الجزيره شخص بيشوف السفينه وهي بتقع، فبيروح لهم ويفحص السفينه وبيقول لهم انتوا دمرتوا السفينه وكمان حرقتوا المحرك، دي ممكن ما تطيرش تاني ابدا. وبيسالهم مين اللي كان بيسوقها؟ كاتالينا بتقول له انا اللي سوقتها. فبيسالها عن درجه الحراره اللي كانت طاير عليها وسرعتها. فالمفاجاه بتبان على وش كاتالينا. فالراجل بيتعصب عليها ويقول لها ازاي سوقتيها وانتي ما تعرفيش الحاجات دي؟ روحي اتدربي قبل ما تستخدمي سفينه ممتازه زي دي وفي الاخر تدمريها. والراجل بيمشي وهو متعصب. ففيرن بيقول محتاجين مكان نرتاح فيه. فكاتالينا بتقول لهم يبقى يلا نروح المدينة. فبيروحوا المدينة وهناك جران منبهر جدا بالناس الكتير والسفن الطيارة اللي مالية السماء. فكاتالينا بتشرح له ان الاسواق هنا مليانة معدات سفن، وكمان الجزيرة مش تابعة للامبراطورية، فمفيش قلق منهم، ونقدر نجهز نفسنا ونستخدم سفينة ركاب عشان نقدر نكمل رحلتنا. فبينزلوا سوق المدينة وهناك بنكتشف حب كاتالينا الكبير للقطط والحيوانات الكيوت، واهتمام جران بالسيوف، ومذكرة شكلها حلو بتلفت انتباه ليريا. فكاتالينا بتقول لها ايه رأيك نشتريها وعلمك القراية والكتابة؟ فليريا بتفرح وبتشتريها. وبيمشوا عشان يشوفوا باقي المدينة وبيتفاجئوا بالمباني هناك وبأشكالها وأحجامها. وبيقفوا قدام قلعة وجران بيسأل ايه المبنى الكبير ده؟ راجل محلي عجوز بيرد عليه عجبتك القلعة مش كده؟ انت اكيد مش من جزيرتنا. فجران بيقول له احنا زوار. بس ايه اللي بيتعمل في القلعة دي؟ العجوز بيرد القلعة دي استراحة للتجار، فبيدخلوا ويأجروا مكان يباتوا فيه. الصبح بيجي وبيروحوا يحجزوا في السفينة وبيكتشفوا ان مفيش كراسي، وبيسمعوا صوت سفينة كبيرة في المينا. وجران بتعجبه جدا. والراجل اللي استقبلهم لما وقعوا على الجزيرة بيدخل وبنعرف ان اسمه رقام، وبيقول له ذوقك حلو جدا في السفن، وطالما بتحب السما والطيران يبقى لازم تحب السفن وتعرف ازاي تسوقهم وتفهم حركة الرياح وتعرف تظبط السفينة حسب الرياح. ففيرن بيسأله انت رحالة؟ رقام بيرد كنت رحالة بس دلوقتي لا. وبيعرض يوديهم مكان عشان يشوفوا حاجة. ولما بيوصلوا بيتفاجئوا ان سفينتهم اللي كانت متدمرة رجعت جديدة تاني. فجرام بيسأله ازاي قدرت تعمل ده؟ رقام بيرد ويقول له انا كنت ماهر جدا في الاعمال دي، هرجعها لكم بس بشرط حد بيفهم هو اللي يسوقها. بيقطعهم صوت ولدين جايين يطلبوا منهم المساعدة. فجران بيسألهم محتاجين نساعدكم في ايه؟
واحد من الولاد بيرد: عندنا سفينة حربية زيادة، تحبوا تاخدوها؟ فجران وليريا بيهزوا راسهم وهم بيصدقوا، بس راكان بيقول لهم: الكلام ده مش منطقي خالص، انتوا عايزين ايه؟ فنفس الولاد بيتكلم ويقول لهم: ايه رأيكم تشتروا التفاح ده مننا هنا؟ حب فيرن للتفاح بيخليه يجري عليهم، بس ليريا بتمسكه وبتقول له: كاتالينا حذرتنا ما نروحش مع حد غريب. فالولد بيقول: الملازمة كاتالينا دايما سبقانا بخطوة، وبعدين بيدرك انه زل بلسانه وكشف نفسه، فصاحبه بيتكلم وهو بيسحب سيفه وبيقول: دلوقتي لازم نستخدم القوة معاهم. راكان بيشد حبل السفينة وبيقول لجران: أول ما اديك إشارة اجروا، وبيسيب الحبل ويقول لهم اجروا. فجران وليريا وفيرن بيجروا من الباب الخلفي، بس الولدين بيطاردوهم، وبعد مسافة عش كبيرة بينجحوا يوصلوا لهم. فجران بيقول لفيرن: خد ليريا وروح لكاتالينا وانا هعطلهم هنا. فيرن بيرفض يسيبه لوحده، والولدين بيبداوا يتريقوا عليه، وواحد منهم بيهجم على جران بالكريستال بتاعه اللي بينفجر وبيعمل نار كبيرة. فجران بيصدها، وبنلاقي نباتات بتتحرك على الحيطة وبتوقع السقف عليهم، وبترجع تنكمش تاني لحد ما توصل لصاحبها اللي بيختفي فورا. وبيسمعوا صوت راكام جاي من ممر تحت الأرض بيناديهم ينزلوا، ولما بينزلوا راكام بيقول لهم ده ممر سري اتعمل وقت الحرب، وبيوجه كلامه لجران ويقول له: انت متهور جدا وعندك مستقبل عظيم، بس لازم تفكر بحرص. على السطح فوق كاتالينا بتدور عليهم وبتنادي بصوت عالي، وفجأة باب مسحور صغير بيتفتح تحتها، وراكام بيطلع منه وبيقول لها: يبقى انت كاتالينا. ومن وراه بيطلع جران وليريا وفيرن. فليريا بتتكلم وبتقول لكاتالينا ان راكام هو اللي ساعدهم يوصلوا لها، فراكام بيقول لهم: انا مش هساعدكم تاني، وبيمشي. كلهم بيروحوا مطعم، وجران بيحكي لكاتالينا ايه اللي حصل وان الامبراطورية بتطاردهم. فكاتالينا بتقول له المكان مش امان ولازم نمشي في اسرع وقت، بس كل الكراسي في سفينة الركاب محجوزة، لازم نفكر بطريقة تانية. بيقطعهم صوت بنت صغيرة بتقول لهم: شكلكم عندكم مشكلة، انا اقدر اساعدكم. ولما المفاجأة بتظهر على وشوشهم بتقول لهم: انا سيارة وعندي محل. فليريا بتقول لها: انا منبهرة انك طفلة وعندك محل. فكاتالينا بتعتذر لسيارة وبتقول لليريا هي مش صغيرة، بس من سلالة هارفن، ودي سلالة ما بتكبرش، بس هي شخص ناضج. فكاتالينا بتسألها: تقدري تدبري لنا سفينة حربية تنقلنا لجزيرة تانية؟ بترد: للأسف كل السفن مش فاضية، بس عندي سفينة صغيرة للبيع وبسعر كويس. فكاتالينا بتقول لها: المشكلة إننا ما معناش حد يسوقها. البنت بترد وتقول لها: صعب تلاقي سفينة، بس سهل تلاقي كابتن متقاعد هنا في الجزيرة. وشخص في المطعم بيضيف زي راكام مثلا اللي كان كابتن، بس القادة تخلوا عنه وهو دلوقتي مهووس بحطام سفينته وبيحاول يصلحها، فبيقرروا يروحوا لراكام، وأول ما بيوصلوا بينبهروا بجمال سفينته وإنها مش حطام وإنه قدر يصلحها، وبيسمعوا صوت عساكر جايين، فبيستخبوا في مبنى صغير، وقائد العساكر شخص متسلط كاتالينا عارفاه بالفعل، وبيتباهى انه هيقتل كل اهل المدينة، ولما واحد من عساكره بيعترض بيقتله. فصوت انفعال بيطلع من ليريا وجران، فبيدرك ان في حد في المبنى وبيؤمر بتدميره فورا. فواحد من العساكر بيدمره بقذيفة، بس بينجحوا يهربوا قبل التدمير، ولما بيشوفهم القائد بيعرف كاتالينا فورا وبيقول لها: سعيد اني شفتك يا كاتالينا يا هربانة، وبيكمل باستهزاء: انت هتهربي بالسفينة الضعيفة دي من الجزيرة، وبيؤمر بالقبض عليها. بس من ورا كهف بعيد رصاص بيجي على العساكر، وبيكون مقصود ما يبقاش في العساكر، وواحدة من الرصاصات بتضرب باب لممر تحت الأرض. فجرام بيدرك إن راكام ورا الهجوم ده عشان يفتح لهم طريق يهربوا، وكلهم بينزلوا في الممر. ولما بينزلوا الممر كاتالينا بتكون قلقانة ومش عارفة المكان ده بيؤدي لفين، بس جرام بيكون مطمن، ونور بيجي من بعيد وبنكتشف إنه راكام، بس بيكون غضبان وبيقول لهم: طبعا هتشكروني تاني، بس أنا ما كنتش بساعدكم، أنا كنت بحمي سفينتي. المهم الممر ده آخره بيتي، أنا هستضيفكم فيه النهاردة. ولما بيوصلوا البيت بيلاقوه مليان كركبة ورسومات سفن، فراكام بيعتذر لهم على حالة البيت وبيسألهم: كنتوا بتعملوا ايه جنب سفينتي؟ جران بيرد: كنا بندور عليك عشان محتاجين كابتن لسفينتنا. راكام بيرفض وبيقول لهم: انا مش هطير غير بسفينتي انا، وبيبدأ يحكي لهم عنها ويقول: السفينة دي موجودة من طفولتي، وانا بذلت كل جهدي عشان اصلحها لحد ما بقيت ماهر في تصليح السفن، بس حصلت عاصفة ودمرتها تاني، ولما حاولت اصلحها تاني ما قدرتش. وبيكمل: انا اللي اخترت سفينتي، ولو هي ما اختارتنيش يبقى مش من حقها تطير في السماء، وانا عارف ان دي خرافات بس انا مؤمن بيها. وبيوجه كلامه لجران ويقول له: جران انت شخص ماهر وهتكون حاجة عظيمة، وانا ما عنديش مانع اعلمك اي حاجة، وانا متأكد انك هتقدر تتعلم. فجران بيشكره، وكاتالينا بتقاطعهم وتقول لهم: لازم نحذر سكان الجزيرة ان الامبراطورية بتنوي تبيدهم. وبيشكروا راكام، وقبل ما يمشوا راكام بيعرض يكمل معاهم،
ويقول لهم طالما عرفت الإمبراطورية بتخطط لإيه يبقى لازم انضم. في الوقت ده قائد العساكر بيزعق فيهم بخصوص اللي حصل، وبيقول لهم إزاي كاتالينا هربت مننا وإزاي القناص ده عارف يشتتكوا، بس مش مشكلة هنبيدهم كلهم مع باقي الجزيرة. وبيسأل واحد من العساكر كل حاجة جاهزة، الجندي بيرد كل حاجة جاهزة ومترتبة. فجأة الجو بيتغير والرياح بتبقى قوية، وركان بيستغرب لأن ده مش طبيعي. فكاتالينا بتقول ممكن تكون خطتهم إيه؟ هل معاهم أسلحة تقدر تدمر الجزيرة كلها؟ فجأة بيقطعهم صوت الولدين اللي حاولوا يقتلوهم في السوق، ففيرن بيخاف منهم وبيقول لهم انتوا تاني عايزين إيه هنا؟ كاتالينا بتفهم وبتسألهم عايزين تسترجعوا ليريا؟ أنا مش هسمح لكم تلمسوها حتى. فواحد من الولاد بيرد عليها لا، احنا مش قد الكلام الكبير ده، احنا بس لسه عند وعدنا وعرضنا لسه قائم. فليريا بتقول له انتوا بجد عايزين تدونا سفينتكم الحربيه؟ والولد بيضيف ومش محتاج مقابل كمان. فكاتالينا بترد بغضب مش هنقبل اي خدمه منكم لحد ما نعرف انتوا مين ومصلحتكم ايه في كل ده. فالولدين بيتعصبوا وبيقولوا لها في الحاله دي هنضطر نستخدم العنف. وواحد من الولاد بيهجم بالكريستال المتفجر بتاعه على جران، بس راكان بيدافع عنه وبيهجم على الولد، وبنلاقي الولد التاني هاجم كاتالينا وجران بدأ يهجم هو كمان. بس فجأة بنلاقي الجو بقى أسوأ وأعاصير بدأت تتكون، فالولدين بيتراعوا وبيقولوا ده وقت الانسحاب. القائد بدأ ينفذ خططه وبيهربوا، ففيرن بيتضايق انهم مشوا من غير ما يعرفوا هم مين وازاي تابعين للامبراطوريه ولسه عايزين يساعدوهم. فكاتالينا بتقول له الامبراطوريه متقسمه لفصائل، مش كلهم تحت جنرال واحد. بس ليريا بتحس بشعور سيء بسبب الجو. فجأة الأعاصير بتضرب البيوت والفوضى بتعم المكان، والبيوت بتقع والناس بتجري في كل اتجاه، وبيلجأوا للقلعة وأملهم إنها تستحمل العاصفة. وأصوات العاصفة بتعلى، فجران ورقام بيخرجوا يستكشفوا، وإزاز القلعة بيتدمر، وبيدركوا إن القلعة مش هتستحمل العواصف اللي جاية. فرقام بيسأل مسؤول المينا لو في أي سفن موجودة، بيقول له في سفينة واحدة على الرصيف. فركان بيسأل الناس لو في حد يقدر يسوق السفينة. واحد منهم بيرد عليه محدش، بس انت تقدر تعمل ده، أرجوك ساعدنا على الأقل ننقذ الأطفال والستات. فركان بيقول اعتمدوا عليا، أنا متعود أطير في رياح قوية. وبيروحوا للسفينة عشان يجهزوها للطيران، وفجأة بيلاقوا سفينة طيارة بتستهدفها وبتضرب نار عليها، وبيسمعوا صوت القائد المتسلط من السفينة الحربية بيقول لهم هشرح لكم الخدعة، الجزيرة دلوقتي تحت تأثير سيدة الرياح اللي كانت بتحكم الجزيرة دي زمان، وهي غضبانة جدا منكم لأنكم ما بتؤمنوش بوجودها دلوقتي ونسيتوها. وبيضحك. فليريا بتقول محتاجة سفينة تطير قريب من سيدة الرياح، هقدر أوقفها. كاتالينا بتعترض وبتقول لها أنا مش هحطك في خطر، بس ليريا بتصر وبتقول أنا عارفة أنا هعمل إيه. فرقان بيقاطعهم وبيقول أنا مش فاهم حاجة ومش عارف تقدري تعملي إيه، بس لو في طريقة نقدر ننقذ بيها كل الناس دي فأنا ممكن أساعدك. وبيروحوا لسفينة رقام وبيبدأ يشغلها ويأمل إنها تطير، وبيكلم سفينته ويقولها أنت مش قبلاني واللي مش حابة تسيبي الجزيرة، على العموم أتمنى نطير سوا. وبيشد الدراع وبيرفع الأشرعة والسفينة بتعلى بيهم في السماء. في السماء جران قلقان على السفينة وبيسأل رقام السفينة دي أمان؟ بيرد عليه طبعا، وبيسأل ليريا أروح فين؟ فبتشاور له على السحابة الكبيرة لأن سيدة الرياح موجودة هناك. بنلاحظ إن جران كمان حاسس بسيدة الرياح لأنه عايش بقوة ليريا، فرقان بيحذر إن سيدة الرياح حاسة بوجودهم وممكن تهاجمنا في أي وقت. على السفينة الحربية بنلاقي القائد بيسأل واحد من العساكر الجهاز شغال كويس؟ بيرد عليه أيوة شغال كويس، وقوة سيدة الرياح طلعت أكبر مما تخيلنا. سيدة الرياح بتهاجم السفينة بنيازك وصخور، بس رقم بينجح يتفادى هجومها. سيدة الرياح بتضاعف الهجوم، وهنا رقم بيسأل جران تعرف ازاي تخلي السفينة بأقصى سرعة؟ جران بيجاوبه نشد دراع الطاقة للآخر. رقم بيضحك وبيقول له معايا في طريقة أحسن، وبينزل الدراع للآخر والسفينة بتقع بيهم لحد ما بقوا في أمان، وبعدين بيرفع الدراع. هناك بيشوفوا سيدة الرياح وفي صدرها كريستالة بنفسجي، والعساكر بيتحكموا فيها عن طريق الكريستالة دي. لحظة ما بتشوفها ليريا بتحط ايدها على الكريستالة بتاعتها وبتحاول تتواصل معاها وبتطلب منها ما تدمرش الجزيرة، بس سيدة الرياح بترد بإنها بتحدف نيازك أكتر عليهم ومش بتجاوبهم. فليريا بتطلب من رقم يطير لحد ما يبقى فوق سيدة الرياح، ورقم بينجح ينفذ طلبها. فليريا بتوجه كلامها لجران وبتقول له الإمبراطور قدر يسيطر على سيدة الرياح بسبب الكريستالة اللي على صدرها، فبتمنحه قوة زيادة منها وبتقول له الحل الوحيد هو تدمير الكريستالة. جران بيقف على حرف السفينة وسط الرياح القوية ونيازك سيدة الرياح،
وبيقرر يرمي نفسه على حطام الصخور، وسيدة الرياح بتبدأ تهاجمه بصخور ونيازك. جران بيتفادى هجومها وينجح يدمر الصخور بضربة من سيفه. فجأة بيطلع من وسط الحطام وبيهجم على سيدة الرياح وبيكسر الكريستالة، ومع تحطيم الكريستالة الصخور بتختفي وجران بيقع في الفراغ. ساعتها سيدة الرياح بتستعيد وعيها وبتنقذ جران وبتاخده للسفينة، وراكان بيكلم سيدة الرياح وبيعتذر لها ويقول لها احنا غلطنا لما نسيناكي واتعاملنا مع استقرار الجو كأنه شيء طبيعي، مع انك كنتي بتعملي كتير عشاننا وانتي السبب في ازدهار جزيرتنا. سيدة الرياح بتبتسم وبتختفي وبيظهر حجر كريم لليريا، فبتعرف انها هدية من سيدة الرياح عشان انقذتها، وبيرجعوا لأهل الجزيرة. وليريا بتشكر راكام انه ساعدهم وانه انقذ اهل البلد وسيدة الرياح، وبتقول لأهل الجزيرة دلوقتي سيدة الرياح كويسة والجو هيرجع حلو تاني. بس راكام بيقاطعها وبينهم أهل البلد وبيقول لهم إحنا كمان السبب في اللي حصل، إحنا اللي نسينا سيدة الرياح، لازم دايما نفتكرها ونقدر اللي بتعمله عشاننا. فالأمور بترجع لطبيعتها والمدينة بتستعيد استقرارها، وبنلاقي ليريا وفيرن قاعدين في محل البنت الصغيرة مستنيين جران اللي في طريقه ليهم، بس صحته مش كويسة. كاتالينا بتقابله في الطريق وبتوبخه وتقول له أنت مهمل ومتهور، إزاي ترمي نفسك من السفينة؟ كان ممكن تموت تاني، كنت بتفكر في ايه لما رماك كده؟ بيقول لها فكرت بس اني لازم انقذ كل الناس دي. بتسأله ما فكرتش في احتمال الفشل؟ بيقول لها كنت متوقع ان القوة اللي ليريا ادكرالي اكيد هتساعدني. بتزعق فيه وبتقول له من دلوقتي لازم تسألني في كل حاجة، انا دلوقتي زي ولي امرك، اسألني وانا هبذل قصارى جهدي احل اي مشكلة تواجهنا. فبيعتذر لها وبيروحوا سوا لليريا وفيرن في المحل، ولحظة ما بيدخلوا بيقول لهم انه كويس. مفيش حاجة مضايقاه غير إنهم أكلوا من غيره وكلهم بيضحكوا، وليريا بتطلع هدية سيدة الرياح وبتخلي جيران يلمسها، وفجأة بيشوف حاجات غريبة، بركان هيثور ومدينة بتتدمر. كاتالينا وفيرن بيستغربوا لأنهم مش شايفين أي حاجة. بيقطعهم صوت البنت الصغيرة صاحبة المحل اللي بتقول لهم استخدام السحر هنا ممنوع، بس بتسأل ليريا هل اللي في إيدك دي خريطة سما سحرية؟ ليريا وجيران مش فاهمين هي تقصد إيه، فكاتالينا اشرح لهم إن الخريطة السحرية بيتقال إنها ورث من أسترال، ولازم نجمع كل أجزائها عشان نقدر نعدي البوابة المظلمة اللي بتودي لمملكة السماء. بس ليه سيدة الرياح أهدتها لينا؟ والبنت صاحبة المحل فرحانة جدا إنها شافت خريطة سماء لأن دي أول مرة ليها. فيرن بيرد عليها والد جيران كان معاه واحدة بس جيران مش فاكر، وليريا بتحاول توصف لهم اللي هي شايفاه وبتقول لحظة ما بلمسها بحس إني في مكان تاني وجبل أحمر ومبنى طالع منه دخان. فالبنت بتفكر شوية وبعدين بتقول لها وصفك ده زي ولاية فولتز. والليل بيليل عليهم وبنلاقي إن جران ما نامش وراح لراكام اللي كان بيصلح سفينته اللي اتدمرت في المعركة. راكام بيسأله ليه ما نمتش زي الباقيين؟ بيقول له في حاجة عايز أقولها لك، أنا عايزك تكون كابتن سفينتنا. فراكام بيسأله وناوي تروح فين؟ جران بيرد عليه في مكان عايز أروحه، المكان ده جزيرة أسترال لأن والدي هناك، وبيوريه الرسالة اللي والده سابها له. راكام بيمسكها وبيقرأ محتواها ابني العزيز أنا مستنيك في جزيرة أسترال. فبيقول لجران احنا دايما بنسمع عن الجزيرة دي في الأساطير والحكايات، أنا معرفش إذا كنت أقدر أصدق إنها حقيقية، أنت متأكد من كلام والدك؟ جران بيقول له أنا مش متأكد لأني ما شفتهاش بعيني. راكام بيبتسم ويقول له يعني عايز تشوفها صح؟ جران بيقول له عايز أروح هناك، وعشان أعمل كده محتاج أكون رحالة زي أبويا وعندي خبرة كبيرة وحلفاء كتار. راكام بيقول له تحدي جزيرة أسترال الخيالية، ليه ما تحاسبنيش معاك من دلوقتي؟ وفي الصبح كاتالينا بتروح لراكام وبتسأله أنت متأكد إنك عايز تيجي معانا؟ أنا حاسة إنك ممكن تكون استعجلت شوية في قرارك. بيرد عليها ما تقلقيش، أنا عارف أنا عايز إيه، وأنا عارف إن الرحلة خطيرة. وبيضيف وهو بيضحك بس عشان أنا الكابتن كل حاجة هتبقى تمام ومش هنقع بالسفينة. أنا مبسوط جدا إن سفينتي طارت وحابب أطير بيها في العالم. بتقول له أنا مبسوطة جدا إنك هتكون معانا، أنا هعتمد عليك كتير. في نفس الوقت الوالدين اللي طردوا جيران في السوق بيقدموا تقرير لقائدهم وبيقولوا له فشلنا نخرج الملازمة كاتالينا والباقيين بره الجزيرة، وإن الملازمة قدرت تحمي الجزيرة، وأكدوا ليه إنهم نجحوا ينشروا الإشاعات في كل الجزيرة زي ما طلب منهم. وعلى السفينة بنلاقي بنت المحل بتعرض على كاتالينا مهمة وبتقول لها دي مهمة سرية والعميل محتاج يتكلم معاكي شخصيا. هو هيكون في ولاية فولتس، فالكل بيسأل كاتالينا هنعمل ايه، فبتوجه كلامها
اسمها لجران وبتقول له هنعمل اللي تأمرنا بيه يا كابتن. جران بيتفاجئ إنها عايزاه يكون الكابتن. راكان بيقول له هو اللي جمعهم، وفيرن بيضيف له جران أبوك في سنك كان عنده طاقم كمان. فبتحدي بيقول يبقى وجهتنا هي فولتس. وفي سما فولتس بينبهروا بجمال المدينة وعظمة البركان، وراكان بيقولهم استعدوا للهبوط. ولحظة ما راكان بينزل بيسأل واحد من العمال في المينا عن تصاريح الدخول، فالراجل بيرد عليهم مين فيكو كابتن السفينة؟ فراكان بيشاور على جران. الراجل بيرد باستهزاء ازاي طفل زيه يكون الكابتن؟ فراكان بيقول له هو فعلا صغير، بس لو انا مكانك ما كنتش هستهون بيه. جران بيتكلم بحزم ويقول له نقدر نعمل الاوراق المطلوبة دلوقتي حالا. في الوقت ده كاتالينا بتحكي لباقي الطاقم عن فولتس وبتقول لهم هنا معظم الحمم البركانية ما بتقفش، واهل البلد بيستخدموا ده في صناعة الصلب. بيقطعهم صوت سييرا صاحبة المحل اللي بتقول لهم شكلكم منبهرين بالمدينة الجميلة. فكاتالينا بتقول لها ازاي عرفتي تيجي هنا؟ احنا سيبنا الجزيرة وانتي كنتي لسه في المينا. فسييرا بتقول لها انا موجودة في كل مكان، وبنضحك. ليريا بتصدقها ومنبهرة جدا. فكاتالينا بتستغرب من سذاجة ليريا. سييرا بتقول لهم جبت لكم مهمة، وبتطلع أوراق وتديها لجران وبتقول لهم ما نقدرش نناقش أي حاجة هنا، بس عندي نصيحة ليكم. راقبوا تصرفاتكم لأن الناس هنا بيتوتروا من الغرباء، فبيسألوها تقصد إيه؟ بتقول لهم هنتكلم عن ده بعدين برضو. فبيروحوا يستكشفوا الأسماء وبيلاقوا إن حرفهم جميلة وحاجات محدش فيهم شافها قبل كده، بس بيلاحظوا إن مفيش ناس في الشوارع، ولو لقوا حد موجود بيبعد عنهم. ولما بيوصلوا للمكان اللي سييرا والعميل هيكونوا فيه وسييرا بتقدمهم للعميل، بيعرف نفسه وبيقول لهم أنا من المخابرات، وبيسألهم انتوا الطاقم اللي أنقذ الجزيرة من سيدة الرياح؟ راكان بيرد عليه أيوة احنا تحت قيادة جران. بيقول لهم هنا مهمتكم في غاية الأهمية والسرية، مهمتكم استعادة أميرنا المفقود. الشغل لازم يكون في سرية عشان محدش من الشعب يعرف باختفاء الأمير. وبيكمل إن الأمير كان ليه علاقات مع الإمبراطور، وإحنا شاكين إنه متورط في اختفائه. كاتالينا بتقول المهمة دي خطيرة جدا وكبيرة جدا، وبتوجه كلامها لجران وبتسأله هنقبل المهمة ولا لأ؟ جران بيرد هنقبل المهمة مهما حصل. فبينقسموا الفريقين عشان يبدأوا يجمعوا معلومات مفيدة. بينزلوا المدينة ويسألوا الناس عن الأمير. ناس كتير بترفض تتكلم وتناقش، بس واحدة ست بتكلمهم عنه وبتقول لهم الأمير اجتماعي وبيحب الاختلاط، وكان بينزل شوارع كتير يعمل للأطفال خدعة وسحر. ليريا بتسألها سحر إيه؟ ابنها بيرد أميرنا بيعرف يعمل سحر جميل. وبنتها بتضيف واداني وردة جميلة. وبتسأل هو راح فين؟ وبنلاقي إن حد كان بيتصنط عليهم وفجأة بيختفي. في نفس الوقت جران وراكان وفيرن بيسألوا ست صاحبة محل أسلحة، وبتقول لهم ناس بيقولوا الأمير متحالف مع الإمبراطور عشان يعملوا سلاح يدمر العالم. راكان بيقول لها دي أكيد إشاعات، بس إيه مصدرها؟ بتقول له لأن سفن الإمبراطور بتيجي كتير مؤخرا، بس أنا مش مصدقة اللي بيتقال. بس المساعد بتاعها بيضيف إن الأمير كان بيطلب حديد وخامات كتير، ليه ممكن يكون بيجمع كل ده؟ بتزعق فيه وتقول له انت كمان مصدق الاشاعات دي؟ بيرد عليها لا انا متأكد انه بيعمل حاجة لمصلحتنا. كلهم بيتجمعوا تاني وبيتناقشوا في اللي عرفوه، وبنلاقي نفس الشخص الخفي كان بيراقبهم تاني وبيختفي برضه. فبيقرروا يروحوا المكان اللي الناس بتقول شافوا الامير فيه، والمكان فاضي ومتغطي بالرمل. بس كاتالينا بتحذرهم ان في حد بيمشي وراهم مخبي نفسه بالسحر. فجأة بيسمعوا صوت بنت بتصرخ، فبيروحوا ناحية الصوت وبيلاقوا 3 وحوش صغيرة بتطارد البنت. فجران بيتدخل ويضرب واحد منهم، وكاتالينا بتضرب التاني، فبيهربوا. كاتالينا بتقول اللي كان بيتجسس علينا طلعت طفلة صغيرة. البنت بتصرخ فيها وبتقول لها أنا مش طفلة، أنا ساحرة. تعرفوا إيه عن معلمي؟ وتقصد الأمير. بياخدوها معاهم وبيسألوها عن علاقتها بيه وليه كانت بتتجسس عليهم. بتقول لهم اسمها آيو، وبتقول لهم الأمير كان بيعلمني السحر. مش بس كده، هو موهوب في صنع الآلات، بس من ساعة ما ناس غريبة من الإمبراطورية زاروه بدأ يتصرف بطريقة غير عادية، وبعدها فجأة اختفى وأنا بدور عليه. لما شفتكوا حسيت إن عندكم معلومات عنه. راكان بيقول لها إحنا هناخد المهمة دي منك، أنت طفلة وممكن تتعرضي للخطر. بتقول له أنا خدت قراري وهدور عليه معاكوا على السفينة. آيو منبهرة جدا لأن دي أول مرة ليها تطير، وبيسألوها عن الأماكن اللي الأمير كان بيزورها غالبا. فبتقول لهم عن أماكن كتير، بس بتأكد لهم إنها دورت فيهم كلهم إلا مكان واحد، وهو القلعة الحجرية القديمة. فجران بيؤمر بالتوجه لهناك، وهناك في القلعة المكان فاضي والجو برد جدا ومفيش حد. راكان بيقول مستحيل يكون في ناس في المكان ده. آيو بتقول له أنا حاسة بوجود سحر الأمير هنا،
وبتدخل مكان وبتشاور بعصايتها السحرية، فبتظهر سلالم لممر سري. بينزلوا ويستكشفوا المكان وبيكون أبرد ومليان أجهزة ضخمة. ليريا بتحس بتشاؤم من المكان. فجأة الولدين اللي كانوا بيطردوهم في أول جزيرة بيطلعوا، وواحد منهم بيقول لليريا اللي حاسة بيه دلوقتي ده وحش. رقم بيزعق فيهم ويسأل بتعملوا إيه هنا؟ تحبوا نكمل اللي كنا بنعمله قبل ما تهربوا مننا؟ الولد بيرد عليه إحنا مش هنا بندور عليكم، إحنا هنا مع سيدنا اللي بيطلع من وراهم ومعاه بنت صغيرة. لحظة ما كاتالينا بتشوفه بتفقد أعصابها وبتبدأ تصرخ فيه وتقول له بتعمل إيه هنا؟ جران بيسألها مين ده؟ بتقول له ده الفارس الأسود مستشار الإمبراطور. وبتسأل الفارس بغضب فين الأمير؟ بيرد عليها ببرود ويقولها ما تسأليش أنا، لأني بدور عليه أنا كمان، لأن أميرك طلب إننا نتحالف سوا ونوحد الكريستال معه. قالته ونعمل سلاح جديد. وبعد كده اختفى، وبيقول لهم هدف الأمير هو ليريا عشان تبقى دميته، وبيشاور على البنت اللي معاه ويقول زي دميتي. فجأة بيحصل صوت تدمير عالي، ومن وسط الانفجار بيطلع وحش ميكانيكي. أيو بتقول ده سحر الأمير، وبتجري عليه عشان تكلمه وتقول له أنا أيو مش فاكرني؟ بيهجم عليها. جران بيدافع عنها وراكام بيحاول يشدها بعيد عنه، وأيو بتحاول تكلمه تاني فبيهدى لحظات. راكام بيرفع سلاحه وبيصوب عليه، ولحظة ما بيقع جران بيأمرهم ينسحبوا لمكان آمن. أيو بتعيط من رد فعل الأمير وبتقول أكيد صوتي مش وصله، بس ليريا بتقول لها الأمير سمعك واستجاب ليكي لحظات، محتاجين بس نحاول تاني. فأيو بتسأل جران هنعمل إيه دلوقتي؟ كاتالينا بتقول محتاجين ندور في المكان عن أي أدلة. ليريا بتقول أنا سامعة صوت بيناديني وحسيت إن الوحش الميكانيكي كان بيكلمني، وبتشاور على مكان وبتقول الصوت جاي من هنا. وبيقرروا يتبعوا الصوت اللي ليريا سمعاه، فبينزلوا المكان تحت الأرض. وليريا بتطلب من أيو تحكي لها عن الأمير، فبتقول لها لما الأمير بيهتم بالآلات وكتب السحر بينسى ياكل ويشرب، يمكن بالأيام بروح له وبيكون متغطي بشحم الآلات وناسي إني موجودة. كان بيتعلم خدعة سحرية عشان يضحكنا، هو شخص طيب جدا، مستحيل يكون بيعمل حاجة وحشة. بيوصلوا لمبنى مختلف وهناك بيلاقوا وحش ميكانيكي عملاق. ليريا بتسأله انت اللي كنت بتناديني؟ وبنسمع صوت الأمير من بعيد بيقول لهم انتوا مين وبتعملوا ايه هنا؟ ايو بتكلمه وتقول له بتعمل ايه هنا؟ مش هترجع؟ بس بيتجاهلها وبيسألهم عرفتوا ايه عن أبحاثي؟ جرام بيقول له احنا بندور عليك وعايزينك ترجع معانا. بيقول لهم أنا لسه ما خلصتش، الوحش الميكانيكي ملوش فايدة من غير قوتك. وبيشاور لليريا ويقول لها بسببك مش قادر أنفذ خطتي لإنقاذ فولتز. المستشار ودميته ومساعديه مستخبيين ورا الحيطان. فالمستشار بيؤمر دميته تمنح الوحش الميكانيكي من قوتها، فالوحش بيتحرك وبيكسر الأرض بضربة واحدة. كاتالينا بتهاجمه بس مش بيتأثر فيه، فراكام يهاجم عليه بأسلحته النارية بس مش بيتأثر. فليريا وجرام بيتحدوا وهي بتمنحه من قوتها، وجرام بيهاجمه بكل قوته وبيعمل خدش صغير. أيو بتحاول توقفه بسحرها بس بتفشل، فليريا بتمنحها من قوتها، فالسحر بيتحد مع قوة الكريستال وبيهاجمه، فالأول مرة بيتأثر وبيتراجع. ليريا بتقول لأيو لو اتحدنا نقدر نهزمه سوا. كاتالينا بتقول لجران وراكام هنحاول نكسب لهم وقت، وبيتحدوا وبيهجموا عليه في نفس الوقت. كاتالينا بتهاجم رأسه وجران رجله، وراكام بيضربه بسلاحه وبيقع. الأمير بيأمره ويقول له قوم واحرقهم. الوحش بيقوم وبيخبط الأرض فبتطلع حمم بركانية عليهم، بس ليريا وأيو بيصدوا الهجوم وبيكونوا أقوى منه، فبيتغلبوا على النار وبيخلصوا عليه. الأمير بينهار جنبه وبيتعصب ويقول لهم مين هيحمي فولتز دلوقتي؟ بس أيو بتروح له وبتضربه وتقول له ما كنتش عايزنا نكون مبسوطين؟ مش هنبقى مبسوطين بالآلة دي، أكيد في طرق كتير تانية نحمي بيها فولتز، أرجوك ارجع معانا، احنا مش عايزين نخسرك. في السر المستشار بيؤمر فريقه ينسحبوا من المكان، وفجأة المكان بينهار عليهم، بس الوحش الميكانيكي بيحميهم بجسمه. ولما رجعوا القلعة آيو بتبدأ تحكي لهم وبتقول لما كنت صغيرة والدي مات بسبب الطاعون اللي انتشر، وكنت حزينة جدا ومعرفش حد، وعشت لوحدي لحد ما قابلت الأمير وحاول يفرحني ويعلمني السحر وبدأ يهتم بيا. ليريا بتعيط وبتقول لها عشان كده كنتي مستعدة تعملي أي حاجة عشان تنقذيه. أنا كمان معرفش والدي ووالدتي، كاتالينا هي الوحيدة اللي كانت دايما جنبي، لو حصل لها حاجة معرفش أوصفلك ممكن أحس بإيه، عشان كده أنا فهماكي. آيو بتقول لها شكرا جدا لمساعدتك ليا، وبتعملها خدعة وبتديها وردة. ليريا بتفرح بيها جدا. فيرن بيسأل صحيح هو ليه كان دايما بيفكر يفرح الأطفال؟ آيو بترد عمره ما قال لنا السبب، بس كان دايما بيحاول يسعدنا. هنا الأمير بيتكلم وبيقول الأطفال هم مستقبل الأمة، وعشان السبب ده كنت بحاول أهتم بيهم، بس مهما حاولت عشان الجزيرة تكون مستقرة دايما في خطر خارجي، لازم يكون في قوة تحميكوا. آيو بتسأله ايه هو الخطر ده؟ بيقول لها زارني شخص معرفوش وأهداني شيء وقال لي إنه
انه مصدر قوه، بس انا مش فاكر اي حاجه بعد كده. بس انا بعتذر لك يا ايو، انا عملت غلطه كبيره. وبيوجه كلامه لباقي الطاقم ويقول لهم شكرا لاهتمامكم بايو ومساعدتها، وبيقول انا غلطت لما استخدمت الوحش الميكانيكي بالطريقه دي، وفي النهايه اذيته لانه اتدمر. فليريا دي تقول له الوحش ما اتاذاش منك، هو اللي حماك من الموت، وقرر ان اخر مهمه ليه تكون حمايتك، وساب لك خريطه سما وبيديك كريستاله حمراء. بيرفض ويقول لها الوحش اكيد عايز يقولك حاجه انت اللي لازم تحتفظي بيها. فليريا بتشكره وبيقرروا يجهزوا عشان يكملوا رحلتهم. ايو بتسال جران عايز تروح فين؟ بيقول لها لجزيره استرال، والدي مستنيني هناك. ايو بتساله وايه وجهتكم دلوقتي؟ جران وليريا بيلمسوا الخريطه وبيشوفوا جزيره زرقاء. كاتالينا بتقول لهم دي جزر اوجست. راكام بيأكد كلامها وبيقول محاطه بالمحيط. جران وليريا بيسالوا يعني ايه محيط؟ راكام بيقول لهم هناك هتعرفوا. في الصبح الامير بينزل يودعهم في المينا والناس فرحانه انها شافته تاني، ومن بعيد ايو بتجري عشان تلحقهم. راكام بيقول لها كويس انك لحقتي كدعينا. بتقول له انا مش بودعكم، انا هكمل الرحله معاكم، انا لازم ابقى ساحرة عظيمة، أنا خدت قراري. الأمير بيقول لها أنا اتفقت إنك تعرضي عليهم الأمر مش تفرضي رأيك. بترد عليه كان ممكن استخبى في السفينة بسحري من غير استئذان. كلهم بيضحكوا، والأمير بيقول لجران أتمنى توافق إنها تكون معاكم. جران بيقول له أنا ما عنديش مانع تكون معانا، وباقي الطاقم بيشاركوا وبيقولوا لها أكيد هنرحب بيكي معانا. في طريقهم بياخدوا سيارة معاهم عشان هتفتح محل جديد في جزيرة هيعدوا عليها في طريقهم لجزر أوجست. فالسيارة بتشكرهم وبتقول لهم لو اشتريتوا أي حاجة من المحل هعمل لكم خصم كبير عشان ساعدتوني، وبتقول لهم هجهز لكم الإمدادات اللي هتحتاجوها لرحلتكم خلال يومين. وبخصوص الموضوع ده هنا في الجزيرة في آثار لسه مكتشفة والناس طلبوا مني أعمل شغل فيها. فراكام بيقطعها ويقول لها ما تقوليليش إنك عرضتي علينا الإمدادات مقابل المهمة دي. بترد عليه أنا جزء من شغلي إني ما ضيعش مواهب زيكوا أبدا. فراكام بيتحرك وبيشكرها. كاتالينا بتقاطع وتقول لهم هنكون فاضيين ليومين فنقدر نساعد. فجران بيسأل سيرا فين الآثار دي؟ بتقول له هجهز لك خريطة فورا. فبيبدأوا رحلتهم في البحث عن الآثار وبيوصلوا لقلعة كبيرة في وسط الغابة. راكام بيقول لهم يلا نستكشف القلعة، بس كاتالينا بتقاطع وتقول له محدش اكتشف المكان ده قبلنا، لازم نكون حذرين. راكام بيقول لها احنا اللي لازم نعرف ايه اللي جوه، مش هنستفيد حاجة لو ما دخلناش. ايو بتنضم ليه وتقول لهم لازم ندخل ونشوف المكان بنفسنا. راكام بيضحك ويقول لها ايو مثيرة المشاكل معاها حق. ايو بتتعصب وتقول له انا مش طفلة. بيضحكوا عليهم. فجأة الأرض تحت ليريا بتنهار وبتبقى نصها فوق ونصها تحت الأرض. جران بيحاول ينقذها بس الأرض بتنهار تحته هو كمان. فجأة الأرض بتنهار تماما تحتهم كلهم وبيقعوا تحت الأرض وبيلاقوا نفسهم في مكان كبير بس مش كلهم سوا. جران ورقام وآيو في مكان، وليريا وكاتالينا وفيرن في مكان تاني. كاتالينا بتقول ده فخ عشان يخلصوا من الغرباء أو المكان قديم وبيقع، بس المهم دلوقتي إننا نوصل لجران والباقيين. فيرن بيعرض إنه يطير ويدور على الباقيين بس خفافيش بتطلع عليهم وكاتالينا بتقتلهم وبتقول له المكان مش أمان إنك تكون لوحدك. ليريا بتقول لها أنا أقدر أعرف مكان جران فين. في نفس الوقت جران بيقول لراكام هو يقدر يعرف مكان ليريا فين لأنه بيشاركها نفس قوة الحياة. أنا معرفش هي فين بالظبط بس أقدر أحدد الاتجاه اللي نمشي فيه. فبيشاور لهم على الاتجاه اللي يمشوا فيه، ولحظة ما بيقربوا بيلاقوا طوفان خارج من بوابة. آيو بتدافع عنهم وبتعمل إعصار رياح بسحرها حواليهم وتمنع المية توصلهم ويكملوا طريقهم. في الوقت ده ليريا بتقود كاتالينا وفيرن بس مش بيوصلوا لحاجة وبتقول لهم بدأت أحس بوجود جران في كل مكان. فيرن بيقول لها جران عنده إحساس عالي، وبيقول لها أول مرة لما شفناكي كان إحساس جران هو اللي وصلنا ليكي. كاتالينا بتقول لها بس جران دايما متهور. فيرن بيأكد لها ويقول لها لما كنا صغيرين جران كان بيحب يعتمد على نفسه وما يطلبش من حد حاجة. أنا فخور بيه جدا وعارف قد إيه كافح عشان يوصل لمستواه. دلوقتي هساعده لحد ما يقابل أبوه. كاتالينا بتقول لها صعب إن والده غامر في الرحلة دي لوحده، أكيد كان عنده طاقم. على الناحية التانية آيو بتحاول تنور الطريق بسحرها بس مش قادرة. فراكام بيولع حتة خشب ويديها لها ويقول لها مفيش داعي تتعبي نفسك، الكبار عارفين ازاي يتصرفوا. بتتعصب عليه وتقول له أنا مش طفلة وبيتخانقوا. جرام بيضحك عليهم. راكام بيسأله بتضحك ليه؟ جرام بيرد خناقهم بيفكرني بنفسي أنا وفيرن لما كنا بنستكشف كهف في بلدنا، تهنا وفضلنا نتخانق بس في الآخر لقينا المخرج. فجأة بيسمعوا أصوات تدمير عالي وصريخ، فبيلاقوا بنتين بيطردهم وحش رملي، وواحدة منهم بتقول لصاحبتها أكيد الوحش ده هو اللي ورا الكنز، فبتهجم عليه بقنابل بس مش بيتأثر وبيهجم على البت التانية. فجران بيتدخل وينقذها. راكام بيضرب الوحش بسلاحه بس بيلاحظ إنه معمول من رمل وبيتجدد تاني. جران بيهاجمه بسيفه عشان يعمل فجوة، والبنات بيرموا قنابل جوه الوحش بس بيتجدد تاني ومش بيتأثر. جران بيأمرهم يعملوا هجوم مشترك. جران بيشتت الوحش وراكام بيهاجمه من ورا،
والبنات بيهاجموه بقنابل. وفي الوقت ده ايو بتعمل طوفان ميه بسحرها وبتقضي عليه. فجأة السقف بيتفتح وليريا وكاتالينا وفيرن بيقعوا من فوق معاهم، بس بنلاقي البنتين مش مهتمين بأي حاجة غير الباب اللي بيودي للكنز. الباب بيتفتح والمكان مليان ذهب من الأرض للسقف، بس اللي بيلفت انتباه جران هو السيف اللي في نص الأوضة. لحظة ما بيمسكه نور بيلمع وبيغطي المكان، وفجأة المكان والذهب وكل حاجة بتختفي وبيتبقى السيف بس. بيرجعوا المحل سيرة اللي بتعتذر لهم لعدم الدفع للمهمة لأنها كانت معتمدة على الكنز، وبتقول لهم ليه ما تعتبروش السيف والأكل والشرب اللي هوفره لكم تمن للمهمة دي. كاتالينا بتقولها مفيش مشكلة. راكام بيقول احنا ما كناش مستنيين مكافأة لشغلنا. جران بيوري السيف للبنتين وبيقول لهم انتوا اللي تستحقوه لأن الكنز اختفى. واحدة منهم بترد عليه احنا مش هنحتاجه ومن غيركم كنا هنكون ميتين، وبترجع له السيف. بيجهزوا عشان يطيروا ويكملوا رحلتهم لجزر أوغست. وعلى السفينة ليريا بتنام وبتحلم انها قتلت جران وباقي الطاقم لحد ما جران بيصحيها ويقول لها اخيرا وصلنا جزر أوغست. كاتالينا بتقول لهم دي الجزيرة الوحيدة اللي بيحيط بيها المحيط من كل الاتجاهات. ليريا وآيو مش مصدقين ان في مكان جميل كده. راكام بيقول لهم استعدوا عشان هنرسي على المية، وآيو بتتعصب عليه وتقول له بالطريقة دي هنموت، ودي أول مرة تشوف سفينة طيارة على المية. بيوصلوا المينا بس بيتفاجئوا إنه مكان سياحي بس مفيش حد موجود. ليريا بتحس بوحش بدائي بس بتقول الوحش ده ضعيف جدا، وبتسأل جران مش حاسس بحاجة؟ بيقول لها أنا مش حاسس بحاجة بس في ريحة غريبة. فبيروحوا ناحية مصدر الريحة، بيلاقوا أجسام طفيلية غريبة على الشط ودخان جاي من مكان بعيد، وبيسمعوا صوت راجل على القارب بيقول لهم ابعدوا عن الدخان ده عشان احنا بنحرق حاجات فيه. الراجل اللي على القارب بيستغرب ويقول لراكام بتعمل ايه هنا؟ وهنا بنعرف ان اسمه يوجين وهو صديق قديم لراكام، وبيسأل راكام عن سفينته وبيقول له هل قدرت تصلحها وتطير بيها ولا لا؟ راكام بيقول له صلحتها ودلوقتي احنا بنلف العالم بيها. يوجين بيقول له ودلوقتي بتلف العالم مع عيلتك، وبيشاور على كاتالينا ويقول له اكيد دي مراتك ودول ولادك. راكام بيقول له دول مش عيلتي احنا رحالة. يوجين بيعرض عليه يكملوا الكلام في المدينة، وعلى سفينة يوجين بيقول لراكام مش قادر اصدق انك مش رحالة دلوقتي. يوجين بيقول له الازمة اللي احنا فيها اجبرتني ابقى عميل. يوجين بيسأله عن نوع الازمة في الجزيرة. يوجين بيقول له احنا في حرب مع امبراطورية إيرست لانهم بيلوثوا البحر بتجاربهم. حاولنا بمعاهدات بس دلوقتي مفيش حل غير الحرب، بس هنقدر نطردهم من أوجست بالقوة، وكمان معانا تنين حارس البحر بيدعمنا. وبيسألهم انتوا رايحين فين؟ جيران بيقول له لأسترال. يوجين بيضحك عليه ويقول له لازم تكون شجاع جدا عشان تروح هناك. ولحظة ما بيعدوا البوابات بيرحب بيهم في أجمل مدينة مبنية على المية، عاصمة جزيرة أوجست. والمدينة حيوية وفيها ناس كتير ومحلات كتير. يوجين بيضيفهم في مكان جميل وعساكر بيدخلوا ومعاهم مصاب وبيقولوا لهم وحش تاني هاجم الشط. آيو بتدخل وتساعد المريض وتعالجه بالسحر. يوجين بيسألها انت بتستخدمي سحر الشفاء؟ بترد عليه وتقول له انا ساحرة، وبتقول له انا كمان عايز اعالج باقي المصابين هنا. بيقول لها في مصابين كتير لاننا مجرد مدنيين مسلحين من غير تدريب. وبيقول لآيو هوريكي مكان المصابين، وبيطلب من كاتالينا تدرب شوية من عساكرهم. كاتالينا بتقول له دي حاجة بسيطة اقدر اقدمها. وبتسأل ليريا هتقدري تتصرفي من غيري؟ ليريا بتقول لها انا بقيت شجاعة واقدر اتصرف. كاتالينا بتقول لجران خد بالك من ليريا. يوجين بيطلب من راكام يساعد في تصليح السفن، بيقول له ما تطلبش مني اي حاجة. واحد من العساكر بيترجاه يصلح سفينته، فراكام بيوافق ويروح معاه. جران وليريا بيطلبوا يساعدوه هم كمان، فبيقول لهم ممكن تجيبوا الطلبات من الأسواق وتتعرفوا على المدينة. بيفرحوا بالمهمة الممتعة دي، بينزلوا السوق وبيدخلوا كل المحلات لحد ما ليريا بتقف قدام مطعم ومنبهرة بالسمك اللي عمرها ما شافته قبل كده. بتسأل صاحب المطعم ايه ده؟ بيرد باستغراب ما سمعتيش عن أكل أوجست؟ واتنين تانيين من أهل البلد بيقولوا لهم لازم تجربوا أكلنا. راجل عجوز بيتدخل ويقول لهم ما تضايقوش الزباين، ولحظة ما بيعرف إنهم زوار بيعرض عليهم يستضيفهم. جران بيرفض ويقول له احنا في نص مهمة وما نقدرش نضيع وقت. الشيف بيجهز الأكل في ثواني، وكالعادة ليريا بتفضحها صوت بطنها. جران بيسأل عن الحساب، صاحب المطعم بيرد ويقول له على حساب المحل، ولو عجبك الأكل زورنا تاني وهات صحابك وعيلتك. واحد من الشيفات بيقول له مهاراتك في البيع مذهلة، مفيش أحسن من الاستثمار في المستقبل. جران وليريا بياكلوا، وليريا بتستمتع بالأكل وبتقول لجران لازم كلنا ناكل هنا سوا، الأكل هيبقى أطعم لو كلنا سوا. في الوقت ده راكام بيخلص شغله وبيقعد مع يوجين ويقول له دي كانت خطتك من البداية، تجيبنا معاك عشان تساعدنا عشان عندك نقص في العمال. يوجين بيقول له لازم ترد جمايلي عليك بس انت اتغيرت كتير. راكام القديم عمره ما يسيب قيادة سفينته الغالية لطفل.
راكان بيقول له عشان ده حلم حياته. جران صريح جدا وما قدرش عمل حاجة غير اني اساعده. يوجين بمكر بيقول له ده بيحصلك عشان عجزت. ايو وفيرن بيدخلوا بعد ما خلصوا مهمتهم. يوجين بيقول لهم العشاء الليلة هيكون لذيذ جدا عشان ده دوري في الطبيخ. ايو بتعرض عليه تساعده في الطبيخ، بيشكرها ويقول لها ان كاتالينا بالفعل في المطبخ وبتساعده. كلهم بيصرخوا ويقولوا له انت ارتكبت اكبر غلطة النهاردة. فجأة بيسمعوا صوت انفجار. كاتالينا عملت حريقة في المطبخ. في السوق ليريا معجبة بالمجوهرات وبتسأل صاحب المحل ايه الحاجات دي؟ بيقول لها دي مجوهرات مصنوعة من الأصداف وشعب البحر، وبيتقال إنك لو لبستيها هتحميكي، وكل لون بيعبر عن مهمة الصدفة. ليريا بتعجب باللون الأزرق، فبيقول لها الأزرق بيقوي العلاقة بين الناس. جران بيشتريه ويلبسه لها. المطر بيبدأ ينزل عليهم، بيقعدوا في استراحة. بتقول له النهاردة بيفكرني باليوم اللي اتسوقنا فيه في أول جزيرة زرناها، واليوم ده كاتالينا أهدتني مذكرة أنا بكتب فيها كل حاجة يوم ما تقابلنا ومغامراتنا، والنهاردة كتبت عن المدينة الجميلة اللي فوق المية وعن هديتك ليا. جران بيتحرج منها. أجراس المدينة بترن والمطر بيقف وقوس قزح بيظهر في السماء. فجأة جران بيفتكر إنه نسي يشتري آخر طلب من قائمة يوجين، فبيقول للإيريا إنه هيروح يجيبه لوحده. في الطريق ست بتقابله وبتقول له احضري وبتختفي. ليريا لوحدها في الاستراحة وفجأة ناس ملثمين بيظهروا وبيخطفوها. جران بيحس بحاجة غريبة وبيرجع بسرعة ومش بيلاقيهاش، فبيدور عليها في كل مكان وبيشوف شعرها على قارب في النهر، فبيطاردهم بس بيخرجوا من البوابات وبتقفل عليه. هجوم بيحصل على المدينة من السفن الحربية وبيقتلوا قائد المقاومة وبيأسروهم. ليريا بتقول له ليه بتقتل السكان؟ ليه انتوا قاسيين كده؟ بيقول لي ليريا لازم نكون قاسيين مع أهل الجزيرة عشان انتي استخبيتي فيها. لو ما كنتيش هربتي كان الناس هيبقوا في أمان، بس انتي السبب في اللي حصل. لازم تتعاوني معانا عشان ما نقتلش الناس دي. ليريا بتقول له أنا مش عايزة أتعاون معاكو، أنا عايزة أكمل رحلتي مع الطاقم. بيقول لها انتي مجرد أداة مش مسموح لها تسافر. السحرة سابوكي لينا عشان ندمر أي حاجة بيكي. انتي أداة لينا زي السلاح اللي في ايدي. وبيقتل راجل من المقاومة. ليريا بتقوله انا مش أداة ومش بقتل الناس. بيقولها ده عشان انتي نسيتي، انا هفكرك قد ايه انتي أداة مرعبة. وبيأمر الجندي يجيب له الكريستالة ويقربها منها عشان تفتكر عدد الوحوش اللي قتلتها في تجربة واحدة بس. بيقولها انتي أداة مدمرة، ما ينفعش تكوني مع عامة الناس، لو الناس اكتشفوا قوتك هيستخدموها في الدمار. بتقوله بس الطاقة ما بيقتلش حد. بيقولها وجودك معاهم هيسبب لهم مشاكل وحزن وانتي اللي هتقتليهم. ليريا بتفتكر الحلم ويكمل كلامه ويقولها أحسن مكان لازم تكوني فيه هو معانا لأننا الوحيدين اللي بنعرف نتحكم في قوتك. ويشد من شعرها الدبوس الأزرق ويكسره. من بعيد بيجي صوت جران اللي قدر يوقع كل العساكر وبيتعصب على القائد ويقوله أنا هقتلك، عملت إيه ليريا؟ وليريا بتعيط على الدبوس بس من غير صوت. القائد بيرد عليه ويقول له أنا بس فكرتها بحقيقتها. فجأة من المية تنين حارس البحر بيطلع وبيهاجم سفينة القائد وبيقسمها نصين، فالسفن الحربية بتهاجمه فبيدمرهم. القائد بيقول لليريا عايزة تدمري كل حاجة تاني وبيضربها. جران بيجري عليه وبيهاجمه برجله، فالقائد بيطير ويقع في الكرسي. باقي الطاقم بيوصلوا بس ليريا مش بتتكلم. جران بيلاحظ ان التنين عنده كريستالة حمراء، فبيعرف ان الشر مسيطر عليه وبيقول لازم انقذه. بس كاتالينا بتقوله لازم ننسحب ونروح مكان عالي عشان نهرب من الطوفان وما نقدرش نسيب ليريا في الحالة دي. بس ما بيعرفوش يهربوا وفجأة بيغرقوا في نباتات بتمسكهم وبتسحبهم لفوق. بنلاقي إنها نفس البنت اللي قالت له في السوق احذر واختفت. البنت بتاخدهم لمكان آمن بس ليريا مش بتصحى خالص، فآيو بتحاول بسحر الشفاء بس مش بتتأثر. يوجين بيقول أكيد التنين الحارس هو السبب. البنت اللي بنعرف إن اسمها روزيتا بتقول له التنين الحارس ما كانش كده، بس التلوث اللي الإمبراطورية سببته في البحر هو اللي خلاه كده، بس هو مش السبب في مرض ليريا. ليريا هي اللي لغت عقلها وفصلت نفسها عن الواقع. كاتالينا بتسألها نعمل إيه عشان ننقذها؟ روزيتا بترد العلاج مش سهل، ولو أجبرناها تصحى ممكن تحصل مشاكل أكبر، بس الوحيد اللي يقدر يتواصل معاها هو جران. راكان بيقطعهم ويقول لروزيتا انت مين وبتشتغلي لحساب مين وليه بتعملي كده؟ بتقول له دي أسراري بس أنا مش هأذيكوا، أنا اللي معايا علاج ليريا، هسيبكوا وقت تفكروا. وبتمشي
واحد من مساعدين يوجين بيدخل ويقول له مستوى البحر ارتفع تاني والمياه بقت ملوثة. فيوجين وراكان بينزلوا وباقي الطاقم بيفضلوا مع ليريا. جران بيقول لكاتالينا أول ما شفت ليريا كانت بتعيط ومش بترد على كلامي، والقائد بامرين قال حاجة عن إنها تدمر كل حاجة تاني. بيسألها يقصد إيه؟ كاتالينا بتقوله الإمبراطورية عملت تجربة على ليريا وشوية وحوش في جزيرة مهجورة، بس ليريا استدعت حاجة قدرت تمحي وجود الجزيرة من الأرض. إحنا ما نعرفش هي استدعت إيه، بس من الوقت ده ليريا اتسجنت وأنا اختاروني أراقبها، وفي الوقت ده حسيت إن ملهاش مشاعر وإنها مجرد أداة، بس مع الوقت اكتشفت إنها بتحس بس مش بتعرف تعبر عن مشاعرها كويس، فبدأت أعلمها تتكلم وتكتب وتعبر عن نفسها. فليريا بدأت تنجذب للعالم الخارجي من القصص اللي حكيتها ليها، وبدأت تفكر وتتمنى تعيش بحرية بره الأسوار. عشان السبب ده أنا خدت القرار أهربها وقابلناكوا في اليوم ده. بس انتوا علمتوا ليريا حاجات انا ما قدرتش اعلمها ليها، ومغامراتها معاكوا بتخليها مبسوطة جدا. جران بيقول لها بس انا ما قدرتش احميها. كاتالينا بتتعصب وتقول له انا اللي المفروض احميكوا، انتوا مجرد اطفال، بس ساعدتوها كتير وقدرتوا تساعدوها بعد ما كانت مسجونة وما تعرفش حاجة عن العالم. وبتقول له لازم ترتاح وانا هفضل مع ليريا. جران بيخرج ويقابل فيرن، وجران بيظهر توتر وقلق، ففيرن بيسأله بتفكر في ايه؟ جران بيقول له مش عارف، لو لازم اقول لليريا حاجة هتكون ايه؟ وايه الحاجة اللي تخليها تعزل نفسها عن العالم بالشكل ده؟ فيرن بيقول له محدش يعرف، بس تقدر تسأل ليريا بنفسها، حياتكم متصلة فأكيد هتعرف ازاي تتواصل معاها، انت الوحيد اللي تقدر تعمل كده. جران بيشكره وبيقرر يروح لروزيتا ويسألها اتواصل ازاي مع ليريا. بتقول له لازم نروح لوحش، هو الوحيد اللي يقدر يساعدك. جران بيرجع لرقام ويقول له دي الطريقة الوحيدة. رقام بيقول له مهما كان قرارك أنا هدعمك، حتى لو مش بثق في روزيتا، بس أنت الكابتن وهحاول أساعدك. أيو بتدخل عليهم وتصرخ فيهم وتقول لهم ليه مش بتشاركوني في القرارات؟ ليريا صاحبتي ولازم أشارك في إنقاذها، لازم أكون معاكو. الطاقم بيجهزوا عشان يطيروا، ورقم بيودع يوجن ويقول له هنخلص المهمة دي ونزورك تاني. بنلاقي سيرة وصلت الجزيرة عشان توفر لهم الأكل والبضاعة اللي ناقصاهم بسبب الحرب. بتودع الطاقم وبتقول ليوجن كل الحاجات اللي طلبتها جاهزة. كاتالينا بتقول لروزيتا احنا معتمدين عليكي في المهمة دي. روزيتا بتقول لها اعتمدي عليا، وبتقول لجران وجهتنا هي جزر لوماسي. في السماء جران بيظهر علامات القلق والحزن، وراكان بيلاحظ قلقه، بس راكان بيوجه كلامه لروزيتا وبيقول لها أنا مش بثق فيكي، فحاولي ما تعمليش أي تصرف غريب. بتقول له أنت شخص مهتم جدا بالتفاصيل وكل حاجة. بيقول لها أي حد لازم يتسائل عن موقعك معانا ومساعدتك لينا من غير سبب واضح. بيوصلوا وجهتهم وهي جزيرة خضراء. روزيتا بتقول لهم بيسموا جزيرة لوماسي الجزيرة المنسية. كاتالينا شايلة ليريا اللي كانت بتحلم إنها في مكان كبير مليان كتب والأرض معمولة من دم، وبتحاول توصل للطاقم، فبيظهروا ليها، ولحظة ما بتلمس جران بيختفي وباقي الطاقم بيختفوا، وبتسمع صوت بيقول لها أنتي أداة دمار بتقضي على أي حد مهما كان هو مين. بتسأل مصدر الصوت هل أنا السبب في موتهم؟ بيقول لها أنتي السبب في أي دمار بيحصل. ودبوس شعرها الأزرق بيختفي وبتنهار، والمكان حواليها بيتحول كله لتلج. على الجزيرة بيمشوا في طريق طويل مليان منحدرات. راكان بيسأل روزيتا هو ده الطريق الوحيد؟ بتقول له لا، في طرق تانية بس ده الأسهل. بيوصلوا لشجرة كبيرة وجميلة. روزيتا بتقول لهم أخيرا وصلنا، وبتكلم الشجرة وتقول لها اظهري معايا ضيوف ليكي. بنت صغيرة وجميلة جدا بتظهر. روزيتا بتقول لهم دي وحش الغابات المهجورة وهي اللي هتساعدنا. فتاة الغابة بتجري عليها وتحضنها. ايو بتسألهم انتوا صحاب؟ روزيتا بتقول لها احنا اكتر من صحاب، احنا عيلة. فتاة الغابة بتشوف ليريا وبتبص لها بحزن. روزيتا بتقول لها البنت دي اتأذت جامد لدرجة انها عزلت نفسها عن العالم. جران بيقول لها ارجوكي ساعدينا نعالج ليريا. بتبتسم وبتمد رجليها فنباتات بتشكل مكان للراحة. روزيتا بتبدأ تشرح لهم اللي فتاة الغابة بتقوله لانها الوحيدة اللي بتقدر تتواصل معاها. بتقول لهم هي هتوصل جران بليريا عشان يقدر يكلمها، بس الباقي يعتمد على جران. ايو بتدي دبوس شعر ليريا وبتقول له اكيد ده هيساعدك، انا حاولت اصلحه. ليريا كانت ماسكاه طول الوقت، ما قدرتش ارجعه زي الاول بس حاولت. جران بيشكرها وبيمسك ايد ليريا، وفتاة الغابة بتمسك ايدها التانية. جران بيدخل وعي ليريا وبيكون زي البحر ضلمة وفي القاع تلج محاوط ليريا. بيتكلم معاها ويقول لها حاسة بايه؟ بتقول له الكتب دي كلها ذكريات شخصيتي التانية، ذكريات بتخليني مش قادرة اتعامل معاك تاني. أنا اللي نسيت نفسي عشان أهرب من كوني أداة وأذية لكل الناس. وبتاخده معاها لذكرى الجزيرة المهجورة، وبتقول له أنا اللي محيتها لما طلبت المساعدة من واحد من
وحوشي ومحيت الجزيرة كلها، أنا السبب. جران بيقول لها الإمبراطور أجبرك تعملي ده؟ بتقول له دي قوتي، أنا بدمر أي حاجة، أنا مجرد دمية للقتل، دي الحقيقة اللي بحاول أنساها. كل المشاكل اللي واجهناها في رحلتنا كانت بسببي، لأني كنت عايزاكوا تساعدوني. بيحاول يقرب منها بس بتحذره وتقول له لو قربت ممكن أدمر كل حاجة تاني. جران بيقول لها انت ما دمرتيش أي حاجة خلال الرحلة الطويلة، استخدمتي قوتك في المساعدة وما دمرتيش حاجة. بتصرخ فيه وبتقول له وكاتالينا كانت واحدة من أفضل الجنود ودلوقتي بيطاردوها بسببي وانتوا الاتنين متوا بسببي. جران بيقول لها ده مش غلطك، كاتالينا اضطرت تساعدك، هي مش بتفكر كده، ومن غيرك ما كنتش عملت الرحلة العظيمة اللي اتمنيتها في طفولتي. انتي خليتي حلمي حقيقة. بتصرخ فيه وبتقول له كان ممكن تحقق حلمك بحرية من غير كل المشاكل دي. انا اللي دمرت مستقبلك، انتي وكاتالينا دايما بتساعدوني وفي المقابل بأذيكوا، انا مش عايزة أذي اي حد عزيز عليا تاني. وبتبدأ تخرجه بره وعيها وبتقول له لازم اختفي، انا همنحك حياتي كلها. بيصرخ فيها ويقول لها ليريا انتي فاهمة غلط. بترد عليه وتقول له من البداية كان المفروض اديكي كل حياتي مش نصها. بيترجاها ما تعملش كده ويقول لها مش عايز اكمل الرحلة من غيرك. دبوس الشعر بيقع جنبها فبتهدى وبتمسكه وبينجح يوصلها تاني ويقول لها ايوا وفيرن صلحوه وكاتالينا وراكام طلبوا مني ارجعهولك. وبيروح لها ويقول لها انتي مدمرتيش حد، احنا بينا رابط وصداقة وانتي السبب فيها. انتي اخترتي الدبوس الازرق عشان بيخلينا متصلين سوا، انتي مدمرتيش مستقبلنا، انتي خلقتي صداقتنا، كلنا مستنيينك، لازم نكمل رحلتنا سوا. الضلمة تختفي وقوس قزح بيظهر. بتقول له المنظر ده نفس اللي شفناه في المدينة. بيقول لها بس المرة دي مش هسيبك وهحميكي وهحمي أصحابك. هما الاتنين بيصحوا وسط ذهول الطاقم، ولحظة ما ليريا بتتكلم كاتالينا بتحضنها وبتعيط. ليريا بتعتذر لهم وبتقول لهم أسفة قلقتكم. راكام بيقول لها دلوقتي نقدر نكمل رحلتنا سوا. وفتاة الغابة بتختفي. فجأة بيسمعوا صوت إشارة الحرب وبيشوفوا سفن حربية في السماء. القائد بوميرن بيخطط يمحي الجزيرة كلها وبيؤمر العساكر يحرقوا كل الغابات، بس كاتالينا بتتدخل وبتقول له مش هسمح لك تأذي سكان الجزيرة. بيقول لها أنا سعيد إنك ظهرتي، لازم أسترجع الأداة اللي سابها لي لينا الأسترال والكريستال. جرام بيقول له ليريا مش أداة ولا سلاح. بيرد عليه هي سلاح مدمر حتى من غير استخدام كل قوتها. كاتالينا بتقول له ليريا عارفة قيمة قوتها وعارفة ازاي تتحكم فيها، انتوا اللي بتهاجموها وبتدمروا الجزر بأفعالكم ورغبتكم في عمل تجارب خطيرة. راكام بيقول له انتوا اللي لوثتوا البحر ودمرتوا الجزيرة ورايحين تحرقوا الغابات. القائد بيقول لهم يبقى هستخدم القوة معاكم، وبيطلع الكريستالة البنفسجي ووحوش من الغابة بتظهر. هو بيتحكم بقوة الكريستالة وبيؤمر عساكره يقبضوا عليهم. فجأة نباتات بتظهر من تحت الأرض وروزيتا بتقول له مش هسمح لك اذي الغابة. الطاقم بيهاجم العساكر وجندي ورا جندي بيقع. جران بيهاجم القائد وبيستهدف الكريستالة وبيكسرها، بس القائد بيطلع سلاح وبيصوب على جران. هنا ليريا بتتدخل وبتستدعي الوحش البدائي تيامات وبتقول له أنا عارفة ازاي أستخدم قوتي على الناس اللي بختارهم. وتيامات بتوجه عصافتها على القائد وبيغرق في البحر. روزيتا بتختفي تاني. راكام بيقول لهم هي ساعدتنا كتير، أنا حكمت عليها غلط. ليريا بتقولهم سيد البحر بيناديها وبيطلب منها المساعدة، ومن لحظة ما دخلت الجزيرة وهو بيكلمها وبيقول لها إنه عايز يحمي البحر وسكان الجزيرة، وكان بيحميها هي كمان، بس التلوث كان بيمنعه. هو محتاج مساعدتنا. راكام بيقول لها إحنا معاكي وهنحقق أمنيتك. ويوجين العجوز مستنينا في الجزيرة كده كده. كاتالينا بتقول لها هنساعد أي حد محتاج مساعدة، دي مهمتنا. جران بيأمر بالرجوع لأوجست. روزيتا بتودعهم من بعيد وبتقول لنفسها أكيد جران هينجح لأنه ابن الشخص اللي غامر معايا في أعظم رحلاتي. وفي جزر أوجست سيد البحر بيفقد السيطرة تماما وبيبدأ يهاجم المدينة. القوات في المدينة بتبدأ تدافع بأسلحة وتهاجمه بقنابل ومدافع، بس مش بيتأثر وبيهجم على يوجين. فجأة الوحش البدائي كولوسوس بيظهر وبيدافع عن يوجين، وبتكون ليريا هي اللي استدعته. يوجين بيقول لهم أنا سعيد جدا إني شفتكوا تاني وإنكوا بسلام، بس الأمور معانا مش تمام. الحارس بتاعنا بدأ يهاجمنا. جران بيعرض عليه المساعدة بس يوجين بيرفض ويقول له هو أقوى مننا بكتير، لازم نخلي المدينة من السكان. ليريا بتقول له احنا عايزين نساعد الوحش الحارس لأنه استخدم كل قوته عشان يواجه تلوث البحر، لو ما ساعدناهوش ممكن يموت، لازم نساعده يستعيد قوته عشان يرجع لطبيعته. يوجين بيأمر عساكره يخلوا الطريق للطاقم عشان يقدروا يوصلوا للوحش الحارس، وبيتوجهوا لأعلى منطقة في المدينة. الوحش الحارس بيهاجمهم بوحوش طفيلية صغيرة. فجأة بنات جزيرة الآثار ماري وكارفا بيظهروا وبيعرضوا عليهم المساعدة وبيهزموا الوحوش الصغيرة، وكل عساكر الجزيرة بمهاراتهم المختلفة
وبيساعدوا في إخلاء الطريق ليهم. أعداد الوحوش بتتضاعف، ففجأة ست محاطة بفراشات بتظهر وبتقدر تقتل الوحوش بضربة، وراجل بيهاجم الوحوش بصخور عملاقة، وبنت بشحنة ضخمة، وشاب بيتحرك بسرعة البرق. بس الوحوش الصغيرة بتبدأ تتجمع سوا وتعمل هجوم عظيم عليهم، وكأن حد بيجمعهم ويديهم أوامر. جران بيحس بحاجة غريبة، بيلاقوا إن في وسط التجمع الكبير في وحش مختلف ومحاوطهم كلهم ومنعهم يقربوا من الوحش الحارس. ناس بتتدخل ويقولوا إنهم فرسان متطوعين للمساعدة. واحد منهم بيهاجم ويقسم الوحش نصين، بس بيتجمعوا سوا تاني. يوجين بيقرب من الوحوش الصغيرة وبيستهدف الوحش المختلف وبيضرب عليه نار، ولحظة ما بيقتله الوحوش الصغيرة بترجع فوضوية تاني، وبيقول لجران وليريا دي فرصتكم لاستعادة الوحش الحارس. ليريا بتستدعي فتاة الغابة وبتمنح قوتها لجران، وجران بيهاجم التنين الحارس وبيستهدف الكريستالة، وكل ما بيقرب الحرارة بتزيد وجران بيتحرق من اللهب، وليريا كمان بتتأثر بإصابة جران وبتتحرق، فبتمنحه قوة إضافية والكريستالة بتنفجر. يوجين بيتكلم مع التنين ويقول له أنت كنت دايما موجود بتحمينا وبتحمي البحر. انت اللي انقذت بنتي بعد ما غرقت، انت اللي انقذتها. اتمنيت تكون موجود وانا اللي بنقذك، بس هي سابت الجزيرة. التنين الحارس بيختفي وبيسيب خريطة جديدة لليريا. فجأة الفارس الاسود المستشار بيظهر وبيؤمر دميته تعمل شغلها، بتاخد من قوة ليريا بقدراتها. ليريا بتسأله البنت دي شبعي، قوليلي عن أصلنا. بيقول لها لسه وقت طويل لحد ما تعرفي الحقيقة، وبيؤمر دميته ويقول لها يلا نتحرك. في المدينة سييرا بتجهز احتفال كبير لانتهاء المهمة، وكل الناس فرحانة والفرسان بيشاركوا في الاحتفال. ليريا بتقول لهم محتاجة أقابل البنت اللي مع المستشار تاني، لو اتكلمت معاها ممكن أعرف حاجات عن نفسي، رغم اني خايفة من معرفة نفسي بس انا مطمنة بوجودكم معايا. يوجين بيشكرهم ويقول لهم من غيركم عساكري ما كانوش هيقدروا ينقذوا الجزيرة. بيسألهم مش محتاجين حد زيادة في الطاقم؟ بيقول لهم هدخل في الموضوع على طول. أنا عايز انضم ليكوا في الرحلة. راكان بيقول له ليه عايز تسيب الجزيرة وتنضم لينا؟ بيرد عليه ويقول له عشان انتوا بتمروا بحاجات مثيرة جدا، وكمان أنا كنت مأجل حاجة لازم أعملها، فأتمنى تقبلوني معاكم. جران بيرد بابتسامة وترحيب ويقول له هنكون مبسوطين إنك معانا. يوجين بيقول له ده قرار سريع جدا، أنت متأكد؟ جران بيقول له وجودك هيكون إضافة كويسة. أيو بتقول جملة للاريا المعتادة كل ما العدد يزيد كل ما المتعة تزيد. يوجين بيقطعهم ويقول لهم شكرا جدا بس ده وقت الاحتفال. بيجهزوا عشان يطيروا لوجهتهم الجديدة، واهل الجزيرة بيودعوهم باحتفالات كبيرة. جران بيسأل يوجين انت امرتهم؟ يوجين بيقول له لا، دي احتفالات من اهل البلد ليكوا، وبيطيروا. وبس كده يكون خلص فيديو النهاردة. ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، واكتب لنا حكاية مسكرة في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام يا ابطال الانمي.